حصل لي موقف في العام 2011 في عز الثورة الشبابية اللي صارت في اليمن، في عز الاشتباكات. يوم العيد كان ضرسي مرة يألمني صراحة، ما قدرت أتحمل الألم، فخلصت صلاة العيد ومباشرة شغلت السيارة ورحت مستشفى الثورة العام اللي فيه تعز، فمستشفى حكومي. فأول ما وصلت بعد صلاة العيد فعلى طول تجمعوا العسكر عند البوابة، إيش في يعني يدوروا الجريح المصاب، يدوروا وين المتوفي، سلامات إيش عندك؟ قلت لهم والله بس ضرسي يألمني يعني صراحة. فقاموا يتريقوا ويضحكوا علي، الناس تموت وانت ضرسك ما ادري شايل هم ضرسك. قلت لهم ما قدرت اكل ولا اشرب وصراحه تعبني. فكلموا الرئيس حقهم اللي هو ماسك نقطة الامن اللي داخل المستشفى، فضحك وصار صراحة شخص متفهم كان ذاك الوقت، وقال دخلوه ايش نسوي له. ففتحوا لي البوابات، طبعا ادخل بوابة، فاكرموني وفتحوا لي البوابة ورحت للطوارئ. فوصلت للطوارئ والطوارئ مزحوم بشكل مخيف صراحة، يعني تخيلوا في عز الحرب ووفيات وناس صراحة مكسرة وناس الله يستر بس على الجميع في حينها واليوم. فالمهم جاء مسؤول الطوارئ، كان مشغول شوية مع إصابات جوا، فجاء لعندي قال لي سلامة ايش عندك؟ قلت له والله بس ضرسي يألمني فأبغى أسوي له علاج، شوف لي أي حل. قال لي أنت متأكد؟ قلت له والله ما صعب، إيش أسوي؟ طيب اكتب لي أي شيء، سوي لي حشو، سوي لي أي شيء أتخارج صراحة، لي 3 أيام ما قدرت أكمل حياتي. فقال لي طيب تعال، مسكني، كان دكتور شاب كذا، فمسكني من يدي وداني لغرفة أشبه بغرفة العمليات المبدئية، يعني كذا شيء ما هو مرتب لكنه يسوي فيه يعني خياطة وجراحة وأشياء كثيرة. فحتى يوم دخل كان في ناس بحث الجنائي ويعني ناس من الحكومة منعوا يدخل، ايش عنده؟ قال لهم لا هذا زميلنا بس، فجاي يشوف الحالة. فدخلني، يوم دخلت المكان ذا صراحة شفت منظر بشع، يعني ناس مقطعة وناس الإصابات فيها في كل أجزاء يعني الجسد، فكان منظر مخيف، والدم في كل مكان والناس تبكي برا والناس تبكي جوا. فقال لي شو أنت جاي تدور ضرسك وشوف الناس كيف تموت أمامك. فقلت له يا أخي والله ما أدري، أنا كنت أشوف ألمي، فقلت أشوف الوضع إذا في شيء مهدي، لكن خلاص ما عاد أبغى شيء. المهم قال لي تعال، سحبني لبرا، قال لي ها الحين ايش تشتكي بعد ما طلعنا من المكان المرعب ذا؟ قال ايش تشتكي؟ قلت له ولا اشتكي من شيء، انا في نعمه وفي صحه ولا ابغى شيء، ابغى امشي بس. فقال لي معذور يا حبيبي، والله كان دكتور الله يذكره بالخير، ما اتذكر شكله ولا اسمه، لكنه كان بهذا التفهم. فكتب لي ذاك اليوم ما ادري اسبرين، ما ادري، المهم حاجه مهدئه للذا، وقال لي لما يفتحوا الاطباء الاسنان ولا العياده اسوي لك حشو وانتهى الموضوع. الله يديم الامن على بلادنا الحبيبه ان شاء الله.